في قلب دمشق تتقدم العدالة بثبات وتطوى صفحة جديدة من صفحات الفوضى. عملية أمنية دقيقة نفذتها قوى الأمن الداخلي وضعت حداً لاسم ارتبط بسجل حافل بالتشبيح والانتهاكات خلال عهد النظام البائد. المجرم حسان البرني الملقب بأبو أحمد، أحد أبرز قادة ميليشيات الدفاع الوطني في أحياء الميدان والزاهرة. سنوات من النفوذ المسلح ودور في إدارة مجموعات فرضت سطوتها على المدنيين. شهادات وتقارير تروي فصولاً قاسية من الانتهاكات وتضعه في دائرة المساءلة. وبعد متابعة ورصد مستمر جاءت لحظة الحزم لتضعه في قبضة القانون. سقوطه اليوم ليس مجرد توقيف، بل رسالة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، والتحركات مستمرة لملاحقة كل المتورطين ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين.